السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الفراخ بطريقة ومكونات وتتبيلة في منتهى الجمال. الطريقة دي لو جربتيها بجد انا واثقة ومتأكدة ان انت هتعتمديها. طعمها وريحتها وشكلها ولونها في منتهى الجمال. هتنفع معاكي مع مكرونة، هتنفع معاكي سندوتشات، يعني ممكن تقدري تقولي عليها كفتة وكمان تقدري تقولي عليها همبرجر. بجد واحلى واطعم من اي اكله تانية ممكن تعمليها. تعالي كده نسمي الله ونشوف الطريقه والمكونات بتاعتي عباره عن ايه. بس قبل اي حاجه نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات اللي معايا عباره عن ايه. انا عندي اول حاجه، عندي نص ربطه من البقدونس، وعندي قرن فلفل احمر، وعندي قرن فلفل اخضر، وعندي بصلايه كبيره، وعندي كوبايه من البقسماط. تعالي بقى للتوابل بتاعتي. عندي معلقه كبيره من البيكنج باودر، وعندي نص معلقه من الحبهان المطحون، وعندي نص معلقه من الورق اللوري المطحون، ومعلقه كبيره من السبع بهارات، ومعلقه كبيره من الكزبره، ومعلقه كبيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه من الملح. تمام. وعندي هنا اقل من كيلو بانيه، خلاص، او صدر فرخه. وعندي كيس من الفيجيتار الحار، وعندي كمان كيس من خلطة الشيش طاووق. تعالي بقى كده نسمي الله ونعمل خطواتنا واحدة واحدة. وأول حاجة تنزلي بيها في الكبة، هتنزلي بالخضار بتاعك، تبتدي ان انت تفرميه. وبعد ما تفرميه كمان هنصفيه من المية بتاعته عشان الكفتة بتاعتي ما تفكش. تمام. دي اهم خطوة، ان انت تصفي الخضار بتاعك. هتجيبي بقى المصفى بتاعتك وتبتدي ان انت تصفي الخضار، وهتشوفي كمية السوائل اللي نازلة. بصي كمية سوائلها كتير، فأنا لو حطيته من غير ما أصفيه بجد هيبوظ معايا الكفتة بتاعتي. تمام. تعالي بقى في نفس الكبة نبتدي ان احنا نفرم الفراخ بتاعتنا. عايزاها تبقى ايه، عاملة زي العجينة كده. هي دي كده تعتبر أول وش. بعد ما اتبلها واحط التوابل بتاعتها واكمل بقية المكونات، هديها وش تاني عشان تبقى الكفتة بتاعتي ناعمة. بصي انا فرمتها اهي. هبتدي بقى ان انا احط كل المكونات بتاعتي على بعض مع التوابل وكل حاجة. خلاص، الفراخ والخضار وعليهم التوابل وعليهم نص كوباية البقسماط وكيس الفيجيتار. لو ما عندكيش فيجيتار ممكن تستغني عنه وتحطي البقسماط، ولو مش عايزة البقسماط وعندك الفيجيتار متوفر ممكن تحطي كيسين على حسب ما الكفتة تاخد معاكي. وهتاخدي نص كيس خلطة الشيش طاووق. بجد مخلية طعم الكفتة حكاية والله العظيم. بجد لو جربتيها بنفس المكونات دي والتوابل دي بجد تحفة. طبعا بصي انا بقى ببتدي ان انا اديها تقليبة حلوة كده وعجنة حلوة، ولقيتها كده ملزقة معايا فنزلت ايه ببقية كمية البقسماط بتاعي. تمام. طبعا انا بشيل هنا لو في عروق او حاجة او اللي هي الانسجة بتاعت الفراخ بتبقى كده ايه، بشيلها معايا، اللي بتظهر قدامي بشيلها. تعالي بقى ناخد الخليط بتاعي ده حتة حتة ونحطه في الكبة ونديله وش تاني. بصي انت تحسي هنا ان الكفتة ملمسها خشن. بعد ما تفرميها وتديها الوش التاني في الفرن هتبقى ناعمة وعاملة زي العجينة اهي. بصي هوريها لك. بصي نعمت، بصي يعني اختلفت 90%. طبعا انا هنا بقى ايه، فرمت الكميه اللي فاضله لغايه ما خلصتهم بالشكل اللي قدامكم ده. هبتدي بقى في التشكيل. عايزه تشكلي الكفته بتاعتك دي صوابع ماشي، عايزه تشكليها زي ما انا بعملها كده النهارده الاتنين حلوين. بس الطريقه بتاعت النهارده دي بجد تحفه، وهتنفعك كمان لو انت عايزه تعملي لاولادك سندوتشات زي الهمبرجر مثلا. يعني ممكن يعني ممكن ايه، تعمليها معاملة البرجر، تحطيها في الكايزر كده وتعملها لهم سندوتشات كده، بتبقى في منتهى الجمال. وبجد بصي تحفة، يعني اتمناكي فعلا تجربيها. طبعا انا جبت حبة زيت كده في الطبق، وابتديت ان انا ابل ايدي بالزيت، وابتدي ان انا اخد كور قطع قطع كده من العجين من الفراخ بتاعتي واعملها كده اقراص. تمام. اهي بصي كل واحدة تعمليها تدهني ايدك بس من الزيت عشان ما تلزقش معاكي، عشان احنا عارفين طبعا كفتة الفراخ بتبقى ايه، ملزقة.
تمام. بعد ما خلصت الكمية دي طبعا مش هحطها في تلاجة ولا اي حاجة، وهوريكي ان هي متماسكة، وهوريكي ان هي ما فكتش في التحمير بتاعها وطالعة زي الفل. طبعا انا عندي هنا بقى النهاردة هحمرها كده في معلقتين سمنة، تمام، سمنة نباتي عادي. عايزة تحطي سمنة وزيت عادي مفيش مشاكل، عايزة تحطي سمنة بس حطي. انا النهاردة حمرتها في السمنة بس، تمام. هتاخدي الكفته بتاعتك بقى وتنزلي بيها كده، وتبداي ان انت ايه، يعني كل دقيقتين كده تقلبيها على الوش التاني عشان ما تتحرقش منك. لان هي الكفته بتاخد وقت، يعني بصي ما بتاخدش وقت، لونها بيتغير على طول وبتستوي على طول. وطبعا كفته الفراخ بالذات ما بتاخدش اي وقت على البوتاجاز. بصي الكفته انا بقلبها شمال ويمين، ما فكتش معايا ولا اي حاجه، بل بالعكس هي كمان نفشت معايا. طبعا من معلقة البيكنج باودر، بصي دي أساسية معايا في أي كفتة، خدي بالك منها اوعي تنسيها. أنا طبعا طلعت أول كمية، هحط الكمية التانية. أنا صراحة اليوم ده كنت عاملة جنبها مكرونة وكانت أكلة زي العسل. كنت عاملة مكرونة كده وطحينة وسلطة، بجد بجد تحفة. أتمناكي فعلا تجربيها، وأقولك على حاجة، ريحتها طالعة جايبة لآخر الدنيا. خلطة الشيش طاووق اللي احنا حطيناها دي بتفرق كتير قوي في الوصفات، مخلية بجد طعم الكفتة وريحتها في منتهى الجمال. ولو لسه بقى معايا لغاية دلوقتي في الفيديو، ما تنسيش بقى اللايك بتاعك الحلو عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من المشاهدين. ولو لسه جديدة معايا في الصفحة، يسعدني ويشرفني تكوني مشتركة معايا. ويا رب أكون دايما عند حسن ظنكم، وأتمنى أكون بفيدكم ولو ب1% بس من معلوماتي. بصي طبعا انا عملت معاكي اهو 3 مرات، يعني اكبر دليل ان الكفته بتاعتك متماسكه وما فكتش مني ولا اتهرت، وبقلب فيها شمال يمين. بصي عماله بقلب فيها في الطاسه زي ما هي. بصي بقى الشكل بتاعها عامل ازاي، بصي الجمال بتاعها. هاتي بقى بعد ما تخلصي قلية، هاتي بقى معلقة السمنة اللي انت كنت بتقلي فيها، وادهني بقى وش الكفتة كده، بتبقى سايحة. بصي من جوه عاملة ازاي، مش مكتومة، ولونها حلو قوي من جوه، وطعمها تحفة، وريحتها في منتهى الجمال. اتمنى الوصفة تعجبكم، واتمنى طريقتي النهاردة في الكفتة تعجبكم. وما تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة. ونتقابل الفيديو جاي على خير ان شاء الله في وصفة كده سهلة وبسيطة. اسيبكم في حفظ الله ورعايته. سلام عليكم.